نتائج الجولة التاسعة من الدوري المغربي للمحترفين 2024-2025. شهدت الجولة التاسعة من الدوري المغربي للمحترفين منافسة قوية وحاسمة، حيث حقق نهضة بركان انتصارا جديدا عزز به صدارته لجدول الترتيب. وتضمنت أبرز النتائج الجولة التاسعة: أولمبيك آسف يعود إلى السكة الصحيحة وينتصر على شباب السوالم الرياضي، ورجاء الرياضي يستمر في تضييع النقاط بعد تعادله أمام النادي المكناسي. ونهضة بركان يواصل تصدره بعد فوزه على المغرب التطواني. الجيش الملكي يحصد 3 نقاط ثمينة بفوزه الصعب على نهضة الزمامرة. والوداد الرياضي يعود للانتصارات خارج القواعد على حساب الفتح الرباطي. اتحاد توالقة يحقق مفاجأة بفوزه الكبير على شباب المحمدية. والدفاع الحسني الجديد يحقق فوزا ثمينا أمام حسنية أكادير. والمغرب الفاسي يعود بالتعادل بطعم الفوز بملعب اتحاد طنجة. الترتيب العام بعد الجولة التاسعة: نهضة بركان في المركز الأول ب20 نقطة، في المركز الثاني الجيش الملكي ب16 نقطة، في المركز الثالث المغرب الفاسي ب15 نقطة، وفي المركز الرابع اتحاد توالقة والوداد الرياضي ب14 نقطة. في المراكز الأخيرة: في المركز 12 الفتح الرباطي وأولمبيك آسفي ب11 نقطة، في المركز 14 النادي المكناسي ب10 نقاط، وفي المركز 15 المغرب التطواني ب6 نقاط، وفي المركز الأخير والسادس عشر شباب المحمدية بنقطة واحدة.